ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى ايه فرحه الانتريه. مش الانتريه، المحروس جه. المحروس وصل. انا لسه اهو ما غيرتش هدومي، لسه زي ما انا. فالدنيا مدعكه، الدنيا مدعوكه. انتوا لسه شايفين الشقه كانت معموله ومتظبطه ومفيش اي حاجه. فاحنا جايين الدنيا مبهدله. والنهارده الاثنين وانا صايمه، والمغرب اذن عليا في الطريق. فهفطر وهقوم بقى امسك بقى الشقه، مش الشقه جوه كلها نظيفه. همسك بقى الصاله كلها كده واظبطها، ان في مدعكه فيها، يعني اللي حاصل فيها مدعكه بصراحه، مكان الرجلين ومكان اللي بيشيلوا وكده. فاللي عرفت المه اللي انا شلت بس المفارش اللي في الارض لجوه عشان كانت نظيفه. وبقيت الصاله اتبهدلت بقى بالرجلين وكده. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هفصل معاكم، امسك الصاله اظبطها وانضفها ونعمل كده العزيزه ولا محروسه الانتريه. نظبطه معاكم كده. وهرجع لكم تاني، هرجع هكون خلصت. هفطر بس الاول عشان كمان البنات معايا جاي، يعني جايه بيهم كانوا لسه صاحيين من النوم يا دوبك فاطرين. احضر حاجه افطر وهم يتغدوا، وهمسك بقى الشقه. بصوا. بصوا ده الانتريه الجديد جميل قوي، شكرا يا ماما. بصوا الشقه مبهدله ازاي. بصوا. بصوا بقى. بصوا. بصوا الشقه. وكده بقى كنت بدأت أشيل الأكياس وأنفض الحاجة وأرص الحاجة في مكانها. بصراحة يعني الراجل المرة دي لفة تمام عن الصالون، لما جبته ما كانش كده. ويا بنات هنا كانت السجادة اللي جوه اللي هو المفرش هو اللي موجود، لكن الاتنين اللي بره كانوا متشالين. وده الحمد لله كده. هو انا رصيته، نفضته ورصيته، شلت الاكياس من عليه ونفضته ورصيته، وحطيت له المخدات كده اهو. تمام. هخلص بقى ايه، هروق الجزء اللي جوه ده. اقسم بالله الشقه دي ما كملت يومين يعني. انا نزلت لما عملت روتين معاكم، نزلت تاني يوم الصبح والشقه وروقت السراير وكده، فالشقه كانت نظيفه. ورحت بيت واستلمت الانتريه تاني يوم، رحت عند مامتي واستلمت الانتريه تاني يوم. وجيت بقى لقيت الشقه بالمنظر ده. فهشيل بقى المكان ما دخلنا. والتكييف ده المفروض هيخش البلكونه، بس ايه، تعالي يا لين. المفروض التكييف ده هيخش البلكونه، بس انا مش هقدر، فعايزه ما يدخله قبل ما نركبه يحطه في البلكونه يعني. واهو ده كده الشكل. هنخش بقى على النص اللي جوه التاني ده. بصوا الفوطه دي اللي انا بنفض بيها. اخلص وامسح وافرش وهرجع لكم تاني. ماشي. بصوا كده بقى، مسحت وفرشت المفارش تاني، طبعا كانت مشيلة. وهنا مليكة نامت، وهنا اهو. بصوا هنا التليفونات بس خليتها. بصوا الارض بتلمع اهي. هنا اهو. ايه رأيكم بجد؟ وانا اهو. والبسكوت دي، الباسكت ده كنت جايباه عشانه هو، يعني انا كنت جايباه من قبل ما اجيبه هو. انا عارفه ان اللون مش ماشي مع نفس اللون اللي هو الصالون اللي جوه، بس مش حابه اعمل كله طقم واحد يعني. ده كنت عاملاه من سنتين، ده ما كانش الدرجه دي، كانت ذهبي. وده اللي احنا عاملينه السنه دي، اللي لسه عاملينه يعني. فمش حابه ان هو يبقى نفس الشكل. عامه ده كان ماشي في الاول وماشي برضو مع الحيطه السواحلي وكده. فقلنا ده نخليه هنا. مش عايزه احطه يعني، مش عايزه اخليه في اوضه لوحده. وانا عندي 3 اوض و3 كبار. بس مش حابه اخليه في اوضه لوحده، يعني انا حابه الصاله تكون مليانه. ان انا كنت قبل كده عامله هناك في الشقه القديمه حاطه الصالون والنيش بس. ف لا، المره دي بقى ايه، قلنا تغيير كده. عايزه اقول لكم اللون مش زي ما طالع لكم في الكاميرا اورانج. لا، اللون يعني هو مش اورانج، هو بعيد عن الاورانج كده. من الالوان مش عارفه اوصفها لكم. بس لون حلو، اللون عاجبني يعني. وفي الاسود بصوا. بصوا هو بقى كان هيعمل لي الذهبي ده هنا في الدراعات. فانا ما حبيتوش في الدراعات، انا حبيت الشكل يبقى في المخدات عن ما هي تبقى ساده يعني. غير ان هي تبقى كده، انا حبيت الشكل يبقى في المخدات كده. مش عايزاها ساده، معلش بقى دي اللي كنت بنفض بيها، فالمساعد بتاعي النهارده فانا ماسكاها.
فمش حباها ان هي تكون ساده، حبيت الشكل ده ان الدراعات مش هتبان، يعني مش هتبقى باينه. بعدين هو عامل لي الفواصل دي، بصراحه هو قال لي الفواصل دي احسن ما يكون الانتريه ميه واحده، بيفضل ايه تحس ان فيه يعني القماش بيروح ويجي كده، فاهمين، بيكلكع، فهي كده بتبقى شاده الايد. فلو كان انا عملها لي عليها ما كانتش هتبقى حلوه، بس انا حبيت شكلها في المخدات، منظر تحفه. انا عاجبني بقى عشان كده. بصوا هنا انا حابه الدرجه دي، يعني الاسود الملكي ده، بس هو هيثم العجو الاسود فما نزعلوش. طبعا انا شويه وهنقل وهدخل ده جوه واطلع ده بره، يعني انتوا عارفين التغييرات. بس هنا عندي التراب صعب، البلكونه دي بلكونه صعبه بتدخله تراب، وبتاعت اوضه النوم برضو بتدخل تراب، وكل يعني كل الشبابيك بتاعتنا. وهنا بقى ايه، قلت لا انا هخش اعمل اي حاجه كده نفطر بيها، وغيرت هدومي ان انا ما كنتش بفطر، فقلت اخلص وافطر، وما كانش يعني فيا حلو اعمل اكل. كان عندي كده جبنه قديمه، وهتشوفوني كانت حماتي جايباها لي، هغلي لها لبن واخليه يبرد واحط عليها ملح وشطه كتير، عشان ما كانش فيها اللي هو الملاح او المش بتاعها، فكانت هتبوظ وهتنشف. فلا حبيت ان انا اعملها كده. فطلعت فلفل وبتنجان وطماطم وبطاطس، قشرتها وقلت اقطعها معاكم كده، يعني خلي البساط احمدي كده النهارده ومنها هفطر، وهيبقى فطار وعشاء يعني. فهخلص كده بسرعه. وكمان الفيديو ده عايزه اقول لكم ان هو متصور لكم على 3 ايام، حرفيا 3 ايام، مش طويل وما فيهوش رسيم كبير، بس مليكه تعبانه، وانتوا عارفين البيت اللي فيه عيل تعبان يبقى كله تعبان، فقاعده على رجلي بتعيط مش عارفه اصور كده، فلازم اهتمامي يبقى بيها. فكده هكمل برضو التقطيع. انا ساعات بسيبها كده تكون تخينه شويه، عشان بس يكون تاكلها المليكه ان منظورها تعبان بس. وهتشوفوني برضو تاني يوم هنزل اكشف لها وكده. هبدا كده ان انا اقطعها، وهعمل معاكم بقى حمر بطاطس وهحمر بتنجان وفلفل، وهعمل جبنه بقوطه، جبنه عسل تسلم ايدك. وهعمل، كان عندي علبه تونه مفتوحه في التلاجة، فقلت لا مش هسيبها، هفضي التلاجة يعني، مع اني كنت جايبه اكلي وانا جايه، بس انا مش قادره اعمل حاجه بجد، كان الجو هوا ومليكه تعبانه، واليوم كان تقيل كده عليا، وكنت حاسه ان الدنيا كلها مقفله معايا ومش عارفه فيها ايه، كنت خايفه يكون الفيروس الجديد ده اللي نازل للاطفال. فكنت عايزه انجز كده نفسي، فقلت لا هتشوفوا بقى كده الروتين. معلش هو ممكن يكون المقطع بيتعاد، بس انا كنت حابه اتكلم معاكم، فقلت بقى خلاص مش مهم يعني اسيبه يتعاد وهفضل اتكلم معاكم وكده. ففي حاجات كتير ما اتصورتش فيه، يعني غسلت وعملت حاجات كتير ما عرفتش اصورها فيه. إيه حرفيا في فطار ضاع من التصوير ما صورتهوش، في اكل تاني يوم من الانبوبه عندي كانت هتخلص، وزي ما قلت لكم انا غاز، بس لسه ما دخلتش الغاز، يعني لسه ما ركبتوش على البوتاجاز، هو موجود في الشقه بس انا ما ركبتهوش. فالانبوبه كانت بتخلص، فكنت بختار ان انا يعني عملت لسان عصفور لمليكه، حمرت مكرونه، الكبده وكده، البطاطس دخلتها الفرن، فكنت بختار الحاجات اللي هي هتنجز معايا. انا كده ماشيه معاكم، بصوا اكل عادي خالص مش مكلف، يعني مش لازم على طول تبقى الميزانيه لحمه فراخ سمك، لا لا احنا بيت طبيعي، ممكن نقضيها اي حاجه من الشارع، اي اكل عادي يبقى موجود في البيت، زي ما بيبقى فيه ده يبقى فيه ده، عشان نبقى طبيعيين، نطلع بالصوره الطبيعيه، يعني ما اطلعش كل يوم والتاني اعمل لكم اكل واعمل حاجات، مفيش بيت في كده في عز التكاليف اللي احنا فيها دي والاسعار اللي احنا فيها. فالله يعين الناس كلها ويعين كل واحد على بيته، كل رب اسره بينزل يعينه على بيته ويعين الناس كلها. الاسعار يعني كنا ارخص حاجه نعملها كده بانيه ومكرونه، دلوقتي البانيه داخل في 200 180 جنيه، الكيس المكرونه ب15 جنيه، غير الطماطم، يعني الطماطم ب8، غير البصل، غير ان احنا نحمر شويه بطاطس، غير الزيت بتاعهم، الحاجه بقت مكلفه، ويعتبر ان مفيش اكل بيتعمل. فالحاجات دي بتبقى يعني انا ببقى جايباها بتاعه الاسبوع، وزي ما قلت لكم قبل كده يعني انا نازله
انا جايه اهو في نص الاسبوع جايبه اكل معايا، مش شرط ان انا كل اسبوع انزل اجيب الاكل كله. انا ساعات بصور لكم المشتريات اللي انا جبتها، مش شرط ان هو يبقى الاكل كله، لا بيبقى في حاجات عندي في الثلاجه، في حاجات في نص الاسبوع بتخلص وهكذا. انا بيت طبيعي زي اي بيت. انا مش يعني مش ان انا لازم اطلع لكم بصوره عشان ابقى زي كل اليوتيوبرات فاطلع لكم من الحياه بتاعتهم، لا. فبصراحه مش هيبقى يعني مسموح لي، مش مسموح لي في عز الميزانيه اللي احنا فيها دي بالاسعار. الاسعار عاليه قوي على الناس كلها. يعني كنت بتنزلي تجيبي حاجات الشهر ما تكملش معاكي، دلوقتي بتنزلي تجيبيها اسعار بتاعه الاسبوع، اسعار الشهر اللي كنا بنجيبها في الاول. هنا كانت طماطميتين، هبدا ان انا اقطعهم كده. والطماطم عايزه اقول لكم صوتها زي التفاح، وانا خايفه من السكينه، وحرفيا بتعامل معاها بالراحه جدا، ان انا لسه محميهم كلهم، وايدي يعني كانت مفتوحه قبل كده، فاللي هو ايه، انا كل شويه ايدي بتتقطع منها، فبتعامل معاها بحرص. وغيرت السكينه على فكره، يعني اللي قطعت بيها البطاطس غير اللي انا بقطع بيها الطماطم، لو خدت بالكم منها. فخايفه ان انا بتعامل بحرص جامد عشان بس ايدي ما تتفتحش. فاقطعها كده الطماطم، هتشوفوا الطريقه بتاعتها. وحاطه زيت عادي يا بنات، من زيت زيتون، انا ما بحب زيت الزيتون. في ناس بتستعمله، انا بحس ان هو فيه ريحه يعني، فمش بحبه. الزيت عادي بقى، زيت بتاعكم اللي بتشتروه، بتاع التومين اللي موجود عندك يعني ازازه الزيت دلوقتي بقت ب85. فكده قطعت الطماطمتين زي ما شفتوا. هاخد معاها بقى ايه، حته من الفلفل، يعني مش القرن كله، لا هاخد منه حته واقطعها. واقطع معايا الخيار ده. بصوا انا بتعامل بالسكينه ازاي، اقطع الخيار واقطع لها كمان بصلايه. عايزه اقول لكم ان البصلايه كانت بتجري مني، انا خايفه اقطع عشان السكينه. والبصل الابيض ده اللي هو الجديد، هو يا بنات نشف، اللي عنده مكان يحطه يجيبه يحطه بينشف. بس حاولوا انت تجيبيها تنقيها اللي هي تكون مقفوله كده من تحت، عشان ما تكونش عامله ريحه وكده. يعني انا اعرف ان اللي مقفوله من تحت كلها من جوه تمام سليمه، غير اللي بتبقى مفتوحه وكده بتبقى قافله على نفسها. ف يا بنات كمان كنت عايزه اقول لكم الاسعار بترفع. الطماطم كيلو وربع ب10، البطاطس بقت ب13. فاللي يلحق، انا مش عايزه اقول لكم خزنوا وفرزوا، لا الحاجه غاليه قوي. فاللي يعني بتجيب حاجه ما تسيبهاش. يعني انا كنت الاول بجيب الطماطم دي احطها في درج التلاجة، اجي اعمل الاقي وببقى منقياها، الاقي حاجه باظت حاجه عمل. فاحنا بنجيبها كده بتبقى مكان الشنط في حاجه طريت، دي اللي نطبخها والتانية نسيبها سليمه. حاسين ان احنا مش هنحتاجها ما نسيبهاش تبوظ، نحطها في الفريزر. فحرفيا اللي هم لسه متجوزين يعني ما بقالهمش سنين كتير، اللي هو زي او اللي لسه عرايس، بيستهونوا بالحاجات دي، ان بيبقى عدد الاسره بتاعتهم مش كبيره، او عندهم اطفال لسه الاكل بتاعهم مش كبير، فبيستهونوا. بس في الاسعار اللي احنا فيها دي فحاولي تشيلي اي حاجه هتعوزيها، واي حاجه بتتشال وبتتخزن. يعني كنت شايفه كده، بص، واحده منزلاها بتقول لك لو حد عنده وديعه فراخ او سمك ما يفكهاش غير في رمضان. بجد الناس بقت بتتكلم عن الاكل والشرب هو هزار وكل حاجه، ان هو وديعه، كتر خير الناس. انا مش عارفه الاسعار دي يعني انا اقدر اجيب، غيري مش هيقدر، غيري هيقدر يجيب باسعار اعلى. طب ليه نخليكي كلنا واحد. بصوا بقى البصلايه انا خايفه منها، اللي هي السكينه، بصي البصلايه كده فيها حاجه مع اني غسلتها، بس السكينه بتمسك فيها. هفصل وهخرطها كلها بقى ايه على القطاعه دي، ان انا خايفه بجد منها. اقطعها 4 مش هخرطها زي ما بخرط على طول. كده كنت فصلت ورجعت تاني معاكم. بنات بقى بصوا الطحينه دي عندي سايبه، يعني انا بشتريها سايبه او بضلي من العلب، مش كنت جايباها وجبنه قريش وجبنه بتاعه العلب. طبعا الجبنه كده وافرغها افدخ، هعملها بالمعلقه كده كله في بعضه، وهحط معاها زيت. وبجد احلى جبنه هتاكلوها طحينه، مش جبنه علبه اهي، جبنه قريش مع الجبنه القديمه، احلى طبق جبنه ممكن تاكلوه. وحبه زيت كده، بصوا الزيت بتاع التومين اللي هو العادي. واخد بقى البتنجان والفلفل دول هقليهم اول ما البطاطس تطلع. بس عايزه اقول لكم ان انا ايه، الباب خبط كانت جارتي وطلعت اتكلمه ودخلت لقيت البطاطس اتلسعت مني، وهي اكل والحمد لله. يعني خلي البساط احمد يا بنات. ويلا بقى نكمل ايه بقيه الفيديو. عايزيني بقى كده حطيت لسان العصفور يتحمر زي ما شفتوه،
وزقيته يعني وسبته عشان تاكل. هي زورها من امبارح كده عامل، وبدأت ان هي تسخن، وانا عارفاهم لما بيسخنوا ما بيخفوش بسرعة. فزي ما شفتوها امبارح كانت نايمة على الكنبة وتعبانة، والجو امبارح كان هوا، وانا بصراحة كنت ملبساها خفيف، فدي غلطتي انا. فكان الجو هوا وكده، وانا جيت بيها في الوقت ده، وجيت عملت الشقة وكده وما ركزتش. معلش بقى التليفون رن بس. فعملت لها لسان العصفور تاكله، عشان هي مش اصلا مش عايزه تاكل اي حاجه. بصوا هي عينيها اتكسرت، عينيها اتكسرت عشان تعبانه. بس فخلص وشويه كده تاني هنزل بيها يكون الدكتوره جت، فهكمل بقى معاكم بقيه الروتين لما يجوا. وهعمل اكل خفيف كده، يعني مش هقدر اطبخ وكده، هعمل اكل خفيف عشان طبعا انتوا عارفين البيت اللي فيه عيل تعبان يبقى البيت كله هو اللي تعبان. فهي بقى ايه، قاعده بصوا ملازميني على رجلي. صح يا كوكو؟ بس والتانية برضو جالها برد، بس هي كانت غلطتي بصراحة امبارح ان الجو كان وحش وانا نزلت يعني وكده. وهنا بقى كنت طلعت من العصفور وقلت احمره لها كده. بصوا انا لسه خارجه من عيا في دور برد، فقلت اقعد جبت سوايل، نزلت جبت سوايل بقى. هنا عملت كيس مكرونه هننجز بس، يعني انا البوتاجاز كان بيخلص ومش هلاقي حد يجي يركب لي الانبوبه، وانتوا شايفين المطره بقى، المطره كانت شغاله. انا يعني الدكتور اللي هنا معايا، العيادات نفسها معايا في العماره، فنزلت من الاسانسير العيادات ودخلت دي الفرن عشان انجز. كانت طماطم وبصل وفلفل، وقطعت معاها بطاطس عشان ما صورتهاش عشان كانت مليكه تعبانه. كانت بطاطس وفلفل وطماطم وكبد وقوانص، غسلتها ونقعتها وحطيتهم في الفرن كلهم وطلعت. وده كان ليمون طلعته وكده. كنت هتغدى بقى، هم المليكه كانت كانت لسان عصفور وليندا كانت معايا بس. وده كان تاني يوم. فوائد بقى ان انت تنشري، يكون عندك منشر داخلي والدنيا بتشتي. ده كده النطره مش هتنطر عليه. كنت غاسله غسيل ونشرته، بصوا النطره استحاله هتنطر اهو، مش هتيجي عليه. بس عايز بقى البلكونات الواسعه، يعني البلكونات الكبيره، البلكونات الصغيره لا. وهنا المنشر اهو سيبناه زي ما هو. بصوا بقى، بصوا لسه عامله معاكم في الروتين اللي فات. بصوا التراب احنا مسحنا اللي جوه عشان انشر عليه بس كده. وكنا حمرنا لسان عصفور زي ما شفتوه ونشرنا. قلت لكم قعد معايا 3 ايام، ففي حاجات صورتها وحاجات لا. فقلت بقى كان عندي شاور ومزيل البقع والحاجات دي، فقلت اما اقوم اعملها، بما ان ماليزيا كانت مثلا ممكن شويه تنام وشويه تصحى وشويه تقعد، ففي حاجات كتير قوي ما اتصورتش في اليوم ده. فاللي كنت بعرف اصوره صورته زي ما قلت لكم. ده كان على 3 ايام، وربنا يشفيها ويعافيها ويخليهم لي يا رب. يلا يعني ايه هو كده كالروتين. هتشوفوا بقى طبعا، انتوا عارفين الحاجات اللي انا بعملها دي، اللي متابعني في الفيديوهات القديمه عارف ان ايه اللي بيتحط قبل ايه وبنعمله ازاي. فهقول لكم برضو الشاور بنحط البودره الاول، بنحط الميه وبعد كده بنحط البودره، وبنعمل بمضرب نكون مش هنستخدمه في حاجه تاني، يكون المنظفات. وابدا ان انا اضربه، يعني بوريكم بيبقى مكتوب كام لتر. ببدا ان انا اضربه على كميه الميه، وبعد كده بنزل الكيس السائل وببدا ان انا اقلب لغايه ما يتقل واحطه في الجيركن بتاعه. دي حاجات بتبقى موجوده عندي من الاول. هنا كنت بعمل خلطه للابيض، هو كان كيس كده مكتوب عليه خلطه للابيض، يعتبر زي المزيل او الكرور، بس هو يبقى نجي بقى على المنطرون، فهو يعتبر زي الكرور. فده للابيض بس، ما تحطوش لاي حاجه تاني. فهنا برضو كنت بستخدمه وبعمله زي ما انتوا شايفين كده. هفضل ادوبه، يعني هدوبه كده بالطريقه دي كلها، تتاكدي ان مفيش اي تكتلات معاكي. هعمل الشاور جيل، هعمل البرسيل، وهعمل الفانيش. دول كانوا حاجات انا كنت جايباهم وكنت راكناهم، فقلت ايه اقوم كده اعملهم واخلص منهم، يعني طالما حطيت ايدي في حاجه فاخلص منهم. وكمان كانت ازازه الشاور اللي عندي كانت خلصت. فالجراكن دي يا بنات بتاعه الصابون بتاعه البرسيل جيل اللي انا كنت جايبه منها قبل كده، دي مش برميها، دي بغسلها وبخليها عندي. بعمل صابون بحطه فيها، ممكن ببقى جايبه خلطة السجاد، الحاجات بتاعه المسح وكده، يعني بالاكياس، فبفضيها فيها بخليها عندي مش بتترمي. وعامله زلطه في المطبخ بعيد عن الاكل وبعيد عن اي حاجه عشان ما تبقاش كارفه. المنظفات والربس والحاجات دي كلها موجوده فيها، فبعمل وبرجع اشيل فيها تاني. وهنا برضو كنت هصور لكم. بصوا ده كانت تركيبه منظفات الابيض والالوان.
دي الغسالات الاوتوماتيك والغسالات العاديه، كان سعرها 35، بتعمل 5 لتر. انا هعملها على 3 لتر عشان بس تطلع تقيله. لو انت حابه ان انت تعمليها على ازيد من كده براحتك، فانا يعني انت براحتك على حسب السمك اللي انت بتبقى عايزاه. في حاجات بتبقى حلوه، ويعني زي ما قلت لكم قبل كده الدوني اللي انا بعمله ده بيبقى حلو او بيقعد في الغسيل لمدته اسبوع. عايزه اغسل بطاطين، عايزه اغسل بقى مفارش، سجاد، الدوني بتاع مايوي بجد ده بيقعد فتره طويله، يعني بتطلعيه من السنه للسنه لو البطاطين بتفضل فيها. ودي كانت كده، دي الحاجات اللي انا عملتها، الصور والبوتين جل والصور اهو بحطيت يعني بفضي منه في الازازه الزمنتكه وبسيبه. وهنا بقى ايه، عايزين اليوم يبقى رايق كده، خلاص تعبت وفرهط، فعملت كوبايه كابتشينو والبنات كانت نامت وقلت بقى اشربها. كده كان يومنا خلص والفيديو بتاعنا خلص. ما تنسونيش يا بنات في اللايك وفي الاشتراك للقناه، واستنوني في كل فيديو. باي باي يا حبايب قلبي.